السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل وصفة كده هنجربها. شايفاها منتشرة شوية على السوشيال ميديا، وهي المحشي بالفراخ. هما الاتنين في حلة واحدة، فحبيت اجربها معاكم واشوف التجربة دي تستاهل ولا لا. اول حاجة كده جبت بصلتين متوسطين، خرطتهم كده مكعبات صغيرة، ونزلت عليهم بشوية حلوين كده من الزيت ومعلقه كبيره من السمنه. وكان عندي حته كده من اللي قطعتها كده صغير وحطيتها. شوحت البصله شويه، وبعد كده جبت فلفل وقطعته برضو مكعبات، ونزلت شوحته كده مع البصل، وحطيت عليها التوابل بتاعتي، بهارات محشي وكمون وكزبره وفلفل اسود وجنزبيل، وشوحتهم كده مع بعض. وعلى طول نزلت عليهم بالطماطم بتاعتي. دي صلصه انا مفرزاها في الفريزر. وحطيت لها بقى الملح بتاعها ورقه كده من اللورة، وسبتها كده تتسبك. وجبت غسلت طبعا الرز بتاعي وسبته يتصفى، وطلعت ورق الكرنب ده على ورق سلق من الفريزر يفك. وقطعت الحبيش. الفراخ بتاعتي ديت انا متبلاها كده من بالليل في بصلتين كبار، قطعتهم مكعبات صغيره، وتبلتهم بفلفل اسود وكمون وكزبره وجنزبيل وبهارات لحمه وبهارات محشي. تبلتهم كده في التلاجة من بالليل. طلعتهم دلوقتي على ما اخرط الحبيش ده، ونحمر الفراخ بتاعتي في معلقه كبيره كده من السمنه على معلقتين من الزيت. هقطع بقى الحبيش بتاعي كده، ومجهزه كل حاجه. طبعا زي ما احنا عارفين المحشي بيحب السمنه والزيت بتوعه يبقوا كتار شويه، ولما تزودوا له الخضره يبقى طعمه جميل قوي. تعالوا بقى مع بعض نحمر الفراخ ونجهز الحله بتاعتنا. هنفرش في قلبها كده العيدان بتاعه الحبيش، وهحط طماطميتين كده صغيرين هقطعهم برضو في ارضيه الحله، مع جزرتين وقرن فلفل. فرشت كده ارضيه الحله بحيث ان هي الفراخ هتتحط فوقيها فما تتحرقش. هنجرب نشوف هي فعلا تستاهل ان احنا نجربها ولا لا. شايفاها يعني منتشرة، الوصفة دي منتشرة على السوشيال ميديا كتير. طلعت بقى الفراخ بتاعتي من البصل، وبدأت ان انا احمرها. اخدت البصل اللي كان موجود مع الفراخ، صفيته من المية اللي فيه وهو متبل وريحته حلوة، نزلت عليه على طول على الرز اهو بتاع المحشي، على خلطة المحشي كده، وقلبته. عاطي ريحة حلوة وطعم جميل جدا جدا. ونزلت بقى بالطبق بتاعي ده ضيق، فانا هروح اقلب في الحله، وبعدين افضيه في الطبق تاني. هي التجربه طلعت حلوه، يعني عايزاكم تجربوها، هي بجد حلوه. والفراخ طلعت مستويه وزي الفل، كنت بحسبها تطلع طريه ولا حاجه، لكن طلعت مستويه وكويسه. لما رصيت الفراخ في الحله، هبدأ بقى ان انا احشي واملي الفراغات كده اللي ما بين الفراخ والحتت الفاضيه اللي ديت. وبعدين بقى لما تساوي كده اسوي كده وش المحشي مع الفراخ، هبدأ بقى ان انا احشي مظبوط. هملي الفراغات دي. شايفين سويت كده للحله اهو كده. بدأت اداري الفراخ خالص. انا بحشي لفت وبحشي كروم. كده خلصت الحاشيه بتاعتي اهيت. الحله زي ما انتم شايفين بقى، هبدا اسقيها الشوربه بتاعتي المغليه. ولما الحله بتاعتي تيجي تغلي، ههدي عليها النار بحيث ان هي تغلي بالراحه عشان الفراخ تستوي. لما النار تبقى عاليه عليها، الميه هتنشف بسرعه من غير، او الشوربه هتنشف بسرعه من غير ما اللحمه تستوي. حطيت كده عليها كده صينيه او طبق كبير، وغطيته بالحله، غطا الحله. المحشي بقى زي الفل وريحته حلوه جدا. في الوقت ده بقى هديت عليه النار خالص. شايفين بقى الحلاوه والجمال ده؟ بصوا الحركه دي جامده. شايفين بقى؟ جميل. اللي لسه ما اشتركش في القناه ينزل دلوقتي يشترك ويفعل زر الجرس،
وشيروا الفيديو مع اصحابكم عشان يستفادوا من الوصفة ويجربوها، وهي فعلا تستحق التجربة. ولو عجبتكم متنسوش تعملوا لايك. شايفين بقى الجمال؟ بسم الله ما شاء الله، جميلة جدا، الفراخ مستوية وزي الفل، والطعم حكاية تستاهل التجربة. اشوفكم على خير في فيديو جديد، مع السلامة.